في عام 1572 يتم حبس الساحرة الشريرة مالكن على جبل مرتفع بواسطة الحامي جاروجوي. الحماة هم مقاتلون ضد المخلوقات الشريرة، ولهذا السبب فإن من واجب جاروجوي حماية العالم من السحرة. بعد سنوات عديدة يظهر قمر مكتمل الدم ويسمح لمالكن باستعادة قواها. الآن يمكنها أن تتحول إلى وحش طائر وتنطلق خارج الزنزانة لتكون حرة مرة أخرى. في هذه الأثناء يشرب جاروجوي في حانة عندما يأتي تلميذه ويليام ليخبره عن فتاة مصابة في الكنيسة. يشرح جاروجوي أنه يأخذ استراحة ويوبخه رجل لعدم مساعدته. عندما يلمس الرجل كتفه يدفعه جاروجوي بعيدا ويبدأ في قتاله بكوبه، حتى أنه يعطي الرجل سيفا لجعل القتال أكثر إثارة ويستمر في ضربه بالكوب لإسقاطه قبل صب الكحول عليه. بعد ذلك يسافر جاروجوي وويليام إلى الكنيسة المحلية. بمجرد أن يتم تسليحهم بشكل صحيح يدخلون المبنى ويجدون طفلة ممسوسة مقيدة بعمود تستخدم قوتها لرمي صليب عليهم، لكن جاروجوي يمسكه بسهولة. بعد أن أكد القس أنها كانت على هذا النحو منذ الليلة الماضية، بدأت الفتاة تتحدث بصوت شيطاني لإبلاغ جاروجوي أن مالكن قد هربت. بعد أن أدرك أن الساحرة هي التي تستحوذ عليها، وضع جاروجوي كيسا من مسحوق سحري حول رقبة الفتاة مما تسبب في إغمائها. تخرج الطاقة المظلمة من جسدها والآن تبدو وكأنها طفلة مرة أخرى، لذلك يأخذها والداها بعيدا. ثم تتجمع الطاقة المظلمة لتكوين مالكن الذي تبدأ في استفزاز جاروجوي وتحاول سحر ويليام دون جدوى. عندما يعطي جاروجوي الإشارة يرمي ويليام بفأس على الحبل في السقف لإسقاط الجرس، لكن مالكن تتفاداه وتتحول إلى وحش لتقطع صدر جاروجوي قبل محاولة الطيران بعيدا. يضربها ويليام بسهم ويلقي عليها شبكة فضية، فتطير مالكن عبر الباب لتجره وتجعله يصطدم بوجهه بالحائط. لكن ويليام لا يترك الشبكة ويمسك بها لفترة كافية ليتمكن جاروجوي من اللحاق به ومساعدته. يتجمع الرجال معا وتضعف الفضة الموجودة في الشبكة مالكن حتى تجبر على اتخاذ شكلها البشري وتسقط. يضعونها داخل قفص، ولكن عندما يكون جاروجوي في منتصف إغلاقه تمسك مالكن بويليام وتسحبه إلى القفص معها. تخنقه وتملؤه بالظلام حتى يموت، لذا يشعل جاروجوي القفص بأكمله بالنار انتقاما. للأسف تتحول مالكن إلى وحش مرة أخرى وتكسر القفص ليطير بعيدا. في غابة قريبة يحاول توم الصيد، لكن أخته تخيف الحيوانات عندما تذكر توم بأن هناك أعمالا زراعية يجب القيام بها. توم ليس صيادا جيدا، لكنه يستمر في المحاولة لأنه يريد المزيد في الحياة ولكي يطعم الخنازير. فجأة يبدأ توم في الارتعاش ويرى مجموعة من الرؤى التي تظهر له جاروجوي وامرأة غامضة. يرى توم هذه الرؤى كثيرا حتى لا تتردد والدته في مساعدته. بعد لحظات يظهر جاروجوي في المزرعة وتخفي الأم قلادتها على الفور. يشرح جاروجوي أنه يبحث عن صبي هو الابن السابع لأسرة سابعة ويطالب بإطعامه. يعترف توم بأنه الابن السابع ويعرض جاروجوي على الأسرة المال لأخذه بعيدا. تعتقد الأم أن الأمر خطير للغاية، لكن توم يريد القيام بذلك لأنه يتعرف على جاروجوي من رؤياه. قبل أن يغادروا تعطي الأم توم قلادتها قائلة إنه يجب أن يرتديها في جميع الأوقات. وفي الوقت نفسه تعود مالكن إلى عرينها لتجد أختها ليزي محترقة بشدة. تقوم مالكن على الفور بمعالجتها، ثم تستخدم سحرها لإصلاح المكان بسرعة. بعد رحلة طويلة بالقارب يصل توم وجاروجوي إلى المدينة. يعطي جاروجوي توم بعض المال ويطلب منه شراء الإمدادات بينما يذهب إلى الحانة. بينما ينظر توم حوله يكتشف أن السكان المحليين قد أسروا امرأة تدعى آليس ويعتزمون حرقها لأنهم يعتقدون أنها ساحرة. يتعرف توم عليها باعتبارها الفتاة من رؤياه، لذا يهرع لإنقاذها. يخبر الجميع أنه مساعد جاروجوي وأنه سيتخلص من الساحرة، لذلك سمحوا له بأخذها بعيدا. بمجرد وصولهم إلى مكان بعيد يقطع توم الحبال وتحذره أليس من أن مساعدي جاروجوي يقتلون دائما. قبل أن تغادر تطلب من توم ألا يخبر جاروجوي عنها. في المساء تذهب آليس إلى وكر الشر وتكشف أنها ابنة ليزي. تسعد مالكن بسماع أن آليس كانت تتجسس على جاروجوي، وتعلن أنه يتعين عليهم استدعاء جميع المخلوقات المظلمة في الأرض لانتظار اكتمال دم البدر. بالعودة إلى توم فهو يعبر الغابة مع جاروجوي ويستمر في الانزعاج من الأشباح المخيفة. يشرح جاروجوي أن الأشباح تقتل الوحوش العدوانية فقط وأنهم بحاجة إلى إيقاف مالكن قريبا. يبدأ توم في الارتعاش ويرى رؤيا لهروب مالكن من القفص. يفقد الوعي ولا يستيقظ إلا في صباح اليوم التالي ليكتشف أنه وجاروجوي على متن قارب مع قزم يدعى توسك. في النهاية يصلان إلى اليابسة ويزوران منزل جاروجوي المليء بالأسلحة والكتب والأدوات المتقدمة. يجد توم منشورا يظهر الصقور، وهي جماعة من الفرسان النبلاء الذين قاتلوا قوى الظلام ودربوا جميع الأبناء السبعة من الأسر السبع. كان هناك الآلاف منهم، ولكن في الوقت الحاضر الوحيد المتبقي هو جاروجوي. تستمر فترة التدريب عادة 10 سنوات،
ومع ذلك يقول جاروجوي إنه لديه أسبوع واحد فقط لتدريب تام لأنهم يجب أن يوقفوا مالكن قبل اكتمال القمر الدموي. يحدث هذا الحدث مرة واحدة كل قرن، وفي المرة الأخيرة جعل السحرة أقوياء لدرجة أنهم بدأوا حربا. في تلك الليلة استيقظ تام على صوت جاروجوي يطلب المساعدة. يذهب للتحقق ويجد بعض الدروع بداخلها هيكل عظمي ولكن لا شيء آخر. عندما يستدير تام للمغادرة يتوهج الدرع فجأة ويبدأ في الحركة. يبدأ تام في الجري بينما يأتي الدرع خلفه ويدمر أي باب يعترض طريقه. يرمي رمحا يتفاداه تام قبل التسلق على بعض الأدوات للحصول على ارتفاع والوصول إلى منصة. يستخدم الدرع سلسلة للصعود إلى المنصة أيضا ويبدأ في الهجوم بسيفه ويدمر محيطه لأن تام يواصل المراوغة. ثم يلقي الدرع تام من المنصة ويقفز خلفه للإمساك به، ولكن قبل أن يتمكن من قتله ينزع جاروجوي سلاحه وباستخدام عصاه يتغلب جاروجوي بسرعة على الدرع ويضربه حتى يدمر الظلام في الداخل. بعد ذلك يوبخ جاروجوي تام لأنه كان من المفترض أن يبقى في غرفته، لذا فقد فشل بالفعل في اختباره الأول. ثم يلقي جاروجوي العصا على تام قبل مهاجمته بالسيف بينما يسخر منه بتعليقات سيئة عن عائلته. تام ليس مقاتلا جيدا بعد ويضربه جاروجوي بسرعة بسيف في الرقبة قبل أن يعلن أنه لا قيمة له. يلقي تام المحبط سيفا بجوار رأس جاروجوي مما يقنعه بمواصلة التدريب. يعلم جاروجوي تام عن أتباع مالكن الشيطانيين ومساعديها الأقوياء. يتلقى تام أيضا دروسا في رمي السكاكين والمعادن والأعشاب التي تؤذي مخلوقات الظلام وكيفية تحديد كل نوع من الوحوش وكيفية حماية نفسه من التعويذات. في وكر الشر يصل ملازم مالكن مع جيش من الأتباع الشيطانيين. عندما ينظر أحد الأتباع إلى مالكن تقتله على الفور لكونه غير محترم. هذا يجعل أليس تدرك أن مالكن لا تهتم بشعبها وتحاول تحذير والدتها، لكن ليزي تؤكد لها أن مالكن لن تؤذي عائلتها. في تلك الليلة يستيقظ تام مرة أخرى عندما يسمع ضوضاء ويجد أليس تستحم في البحيرة. تطلب من تام أن يستدير قبل أن تخرج وتستخدم السحر لترتدي ملابسها على أمل إخفاء السر. ومع ذلك عندما يستدير تام ويمسك بيدها توجد شرارة ساطعة ولا يوجد أمام أليس خيار سوى الاعتراف إنها ساحرة، ويقال أنه إذا لمست ساحرة رجلا تحت ضوء القمر وكانت هناك شرارة فهذا يعني أنه حبها الحقيقي. أشارت أليس أيضا إلى أن ليس كل الساحرات أشرارا كما يقول جاروجوي، واعترفت بأنها كانت تتجسس عليه. كان على وشك تبادل قبلة عندما قاطعهما صوت تسك الذي يحلم بكابوس. عندما استدار تام للتحقق اختفت أليس. في صباح اليوم التالي تسمع المجموعة رنين أجراس المدينة مما يعني استدعاء الأشباح. في تلك اللحظة تظهر مجموعة من الفرسان لاصطحابهم إلى المدينة، الأمر الذي سيستغرق يومين. عندما يصلون إلى هناك يخبرهم أحد الكهنة عن وحش مرعب لا يجرؤ أحد على الاقتراب منه. أفضلهم داخل قفص ويبدو وكأنه دمب، لكن جاروجوي يتعرف عليه على الفور باعتباره أوروج ملازم مالكن الأكثر تعطشا للدماء. يرسل جاروجوي جميع الجنود بعيدا ويتأكد من تأمين الأبواب قبل أن يعلن أنه سيقاتل الوحش بمفرده. يكسر أوروج القفص ويحاول مهاجمة جاروجوي الذي يرمي مسحوقا فضيا لإجباره على العودة إلى شكله البشري. ثم يبدأ قتال بالأيدي ويظهر كلا الرجلين مهارة بارزة. عندما يحاصر أوروج جاروجوي عند بوابة يرمي تام شيئا على رأس أوروج ليجعله يسقط معلمه. ثم يبدأ أوروج في ضرب تام فيفاجئه جاروجوي من الخلف لمواصلة قتالهما. هذه المرة يسيطر جاروجوي على الموقف، لذا يتسلق أوروج الجدران ليهرب. يجعل جاروجوي تام يقفز فوق القفص ليجعله يعمل كطعم. ثم يقفز تام ويقطع جاروجوي الحبل مما يتسبب في سقوط القفص علي أوروج وسحقه على الأرض. بعد ذلك يحاول جاروجوي خنق أوروج بسلسلة، لكن أوروج يتحول إلى دب مرة أخرى. يلقي تام المزيد من مسحوق الفضة لعكس التعويذة قبل أن يعمل هو وجاروجوي معا لدفع أوروج إلى القفص وتقييده. الآن يمكن للرجال صب الزيت في الغرفة ويطلب جاروجوي من تام إشعال النار لقتل أوروج إلى الأبد. لكن تام لا يجرؤ على قتل شخص ويجب على جاروجوي أن يفعل ذلك بنفسه. بعد أن يحترق أوروج حتى الموت يخبر جاروجوي تام أنه عديم الفائدة إذا لم يتمكن من قتل السحرة وينفصلان. كل هذا تراه أليس التي تقترب من تام على انفراد. كانت تبحث عن الشرارة وتشرح أنه في بعض الأحيان قد يعني ذلك مصيرا مشتركا، ولكن في أوقات أخرى يكون مجرد بعض الغبار. تكشف أليس أيضا أن جاروجوي كان يحب ساحرة. فجأة يقبلها تام ويقضي الاثنين الليل في العناق. يريد تام الهروب مع أليس وأخذها إلى مكان آمن، لكن أليس تقول إنه لا يوجد مثل هذا المكان. يؤدي هذا إلى ظهور رؤية تظهر العالم وقد اجتاحه الظلام ومالكن تقتل جاروجوي. يقرر تام العودة إلى سيده ويقبل أليس ويودعها. وفي الوقت نفسه تستقبل مالكن بقية مساعديها الذين يبلغونها بوفاة أوروج. تأمر مالكن ليزي بإحضار جاروجوي له، لذلك تتحول ليزي إلى طائر وتطير بعيدا. في اليوم التالي
يجد توم جاروجوي الذي يعترف بأنه كان يحب مالكن. لم تكن شريرة دائما، لكن الخوف والكراهية غيراها. عندما اكتشفت أن جاروجوي تزوج شخصا آخر، قتلت الزوجة بدافع الغيرة. أسر جاروجوي مالكن على الفور، لكنه لم يستطع أن يقتلها، لذا حبسها بدلا من ذلك. إنه يندم على إظهار الرحمة لها لأن مالكن الآن ترهب العالم مرة أخرى. يظهر جاروجوي لتم قبر زوجته ويشرح أنه قاس معه لأنه لا يريده أن يرتكب نفس الخطأ. يستمر الثنائي في السفر معا، لكنهما يوقفان العربة عندما يظهر تسك لتحذيرهما. فجأة تبدأ الأرض في الارتعاش والتكسر، مما يتسبب في هروب الخيول خوفا. يندفع وحش يعرف باسم بوجرت ويدفع العربة، ويلقي الأبطال على الأرض. يقول جاروجوي إنه لا يمكن قتال بوجرت، ويحث الجميع على الركض. يرمي بوجارة العربة عليهم، مما يتسبب في سقوطهم وتدحرجهم أسفل التل. يزأر تاسك على جاروجوي الذي يتجمد ثانيا قبل أن يصفع بعيدا. يعبر جاروجوي وتام نفقا في الجبل فقط ليعلقا على حافة جرف. يحاول البوجرت الآن الوصول عبر النفق، لذا يقرر الثنائي القفز إلى النهر. يوجد صياد على طوف يساعدهما، ويعتقد جاروجوي أنهما آمنان، لكن البوجرت يقفز أيضا في الماء ويجعل الجميع يسقطون من الطوافة. يمسك الوحش على الفور بالتم الذي يطعن يده بسكين لإجباره على تركها، ثم يتسلق تام فوق جسد المخلوق ويطعنه في ظهره. لا يستطيع البوجرت السباحة بسبب الألم، ويدفعه تيار هو وتام حتى يسقط في شلال. يصطدم الوحش بصخرة ويموت إلى الأبد بينما يهبط تام في الماء، لذلك يتمكن من السباحة إلى الشاطئ. في تلك اللحظة وجدته ليزي التي أخبرته أن يترك آليس وشأنها، وهددته بالسيف. أمسك تام بالشفرة في نفس الوقت الذي يتم فيه تنشيط قلادته، وأطلق بعض السحر الذي نزع سلاح الساحرة. ترى ليزي الحجر وتقول إنه ينتمي إلى مالكن، لذلك تتحول إلى طائر وتطير بعيدا لتحذيرها. بعد دقائق يجتمع تام مع جاروجوي الذي يرى القلادة ويتعرف عليها على أنها حجر أمبرا، التعويذة الأكثر قداسة للساحرة. يقوي قوتهم ويجعل أوهامهم تبدو أكثر واقعية. إذا كانت والدة تام تمتلكه، فهذا يعني أنها الساحرة التي سرقت الحجر من مالكن، ويشرح رؤى تام. في العرين تحاول مالكن إقناع أليس بأن تام قاس مثل جاروجوي. تقسم آليس أنه ليس كذلك، لذلك يعرض عليها مالكن صفقة. إذا حصلت آليس على الحجر من تام فلن تقتله. ثم تستخدم مالكن سحرها لشحن ملازميها وإرسالهم لمهاجمة المدينة. تنفجر البوابات الأمامية قبل أن يهبط الملازمون ويبدأون في قتل الناس في كل مكان. يتحول أحدهم إلى وحش كبير، بينما يستخدم آخر أذرعا متعددة للقتال بالسيوف. تترك والدة تام ابنتها مع صديق قبل أن تستخدم قوتها لرمي مذرة على ملازم، مما يجعله عالقا على عمود، ثم تسرق عصاه وتقتله بها. تكون مالكن قريبة تقتل الفرسان وتستشعر السحر، لذلك تحاول والدة تام الهجوم أولا، لكن مالكن تمسك بذيلها وتحرق المرأة حتى الموت. في الجبال تنتظر آليس تام بمفرده لتقترب منه. بعد قبلة تطلب منه الهرب معا، ويعترف تام بحبه لها. انقطعت المحادثة بسبب جاروجوي الذي يمسك أليس، ويصر على أنها جاسوسة، لكن تام لا يصدقه ويقطع الحبل للسماح لها بالهروب. يمسك جاروجوي الغاضب بالتم ويظهر له أن الحجر مفقود، مما يعني أن أليس قبلته فقط لسرقته. يركض تام إلى الغابة لمحاولة العثور على آليس فقط ليحاصره الملازم ردو وأتباعه. بغض النظر عن مدى صعوبة قتال تام، فهناك الكثير منهم، لذا ينضم جاروجوي وتاسك إلى المعركة أيضا. بعد ضرب عدد كاف من الأتباع، تحاول مجموعة تام الهروب، لكنها تجد طريق مسدودا بجرف. تظهر مجموعة من الأتباع بجذع ويدفعون تاسك من الحافة قبل الإمساك بتوم ببعض الحبل حول ساقيه. بينما يسحبونه إلى أسفل الجرف، يعرض جاروجوي عصاه لمساعدته على النهوض. لسوء الحظ ينزلق تام ويسقط أيضا. يستخدم رد الإلهاء لإلقاء شبكة على جاروجوي وسحبه يريد الملازم قتل جاروجوي، لكن لديه أوامر بتسليمه حيا. وفي الوقت نفسه نجا تام من السقوط ورأى رؤية لوفاة والدته. يظهر شبحها بجانبه ويطلب منه أن يملأ قلبه بالشجاعة، لأنه الوحيد الذي يمكنه استخدام الحجر لإيقاف مالكن. على استعداد للقتال يجد تام عصا جاروجوي ويساعد تاسك الذي لا يزال معلقا على الحافة. في تلك الليلة في العرين يستخدم رد شفرات لقطع حبال جاروجوي ويحرره من القفص لإرساله لرؤية مالكن. يخبر رد الساحرات أن تام مات عندما سقط، وتخبر ليزي ابنتها أنه كان من أجل مصلحتها، لكن آليس لا تزال غاضبة وخائبة الأمل. باستخدام الحجر تحاول مالكن تنويم جاروجوي مغناطيسيا لجعله ينضم إليها. يقترب جاروجوي، ولكن قبل أن يتمكن من تقبيل تصل آليس بينهما وتسرق القلادة. وتهرب من بعض الحراس بينما تنكسر تعويذة، لذلك يصرخ جاروجوي. تمسكه مالكن بذيلها وترميه على مبنى قبل أن يتحول إلى وحش ليطير خلف آليس. تتوسل ليزي إليها ألا تقتلها،
لكنها تتجاهلها، فتتحول هي أيضا لتتبعهما. عندما توشك مالكن على مهاجمة أليس، تمسك ليزي بجناحها وتسقطها، مما يتسبب في اصطدامهما ببعض الأعمدة. يبدأ أحد الأعمدة في السقوط، فتتدحرج أليس بعيدا عن الطريق، وتترك العقدة تحت الأنقاض عن طريق الخطأ. تسقط ليزي عندما يبدأ مالكن في استنشاق النار، لكن الساحرات لن يتوقفن عن القتال. يكسر رادو الأرض ويتحول إلى وحش كبير يزأر في وجه جاروجي. في نفس الوقت تحاول أليس الاختباء ويجدها تام، الذي يهددها بسكين بينما يطلب الحجر. تشرح أنها فقدته وأنها سرقته فقط لحمايته. عندما يجدهم أحد الوحوش، يرمي تام سكينا على وجهه ويكشف عن مكانهم للأعداء الآخرين. يقفز تاسك لمنعهم، والآن يستطيع هو وتام قتال الوحوش يدويا. يستخدم تام عصا جاروجي ويستخدم تاسك قوته المذهلة. يجب على أليس أيضا الدفاع عن نفسها، ويتحاول مالكن استخدام الإلهاء لمهاجمتها، لكن ليزي تصدها في الهواء. يستمر تاسك في قتال الوحوش بينما يشتبك تام مع ملازم سريع يستمر في تقطيعه بسكينه. يتوقف عن الحركة ليتحول إلى قطة برية، مما يمنح تام وقتا كافيا للعثور على القلادة. يضعها وينشط قوة عصا جاروجي، مما يسمح له بحرق الملازم في ثوان قليلة. لا تزال أليس تركض، وبعد قتل أحد الوحوش تصادف ملازما أيضا. يتغلب عليها بسرعة ويوشك على قتلها، لكن تام يهاجمه بالعصا ويحرقه حتى الموت. في هذه الأثناء يأسر الوحش رادو جاروجي، الذي يخبره أنه لا يتمتع بالشرف لعدم قتاله كرجل. يتحول رادو إلى شكله البشري ويعطي جاروجي سلاحا حتى يتمكن من القتال في ظروف متساوية. يبدو أن مهاراتهما متشابهة، لكن جاروجي سرعان ما يتلقى ضربة كبيرة في بطنه ويضطر إلى الاختباء. يسقط رادو عمودا لإجبار جاروجي على الخروج، لذا يستخدم جاروجي بسرعان السلاح ويسقط خصمه أخيرا ليقتله. في السماء تمسك مالكن ليزي لتعض رقبتها وتطعنها بذيلها. تطعنها ليزي على الفور في ظهرها، وتصرخ الساحرتان من الألم عندما تسقطان على الأرض. يعودان كلاهما إلى شكلهما البشري، وعندما تتوسل ليزي من أجل حياة أليس تصفها مالكن بالخائنة وتقتلها. بعد ذلك تدخل مالكن عرينها ويخبر جاروجي تام أنه يجب أن يفعل هذا بمفرده. يذهب إلى الداخل ويستعدل طعن مالكن، الذي تتظاهر فقط بالضعف للإمساك به من رقبته. قبل أن تتمكن من قتله يظهر تام ويلقي سكينا يقتلها أخيرا. بعد أن همست مالكن بشيء عن لعنة، أشعل تام النار فيها. بعد فترة يستخدم جاروجي عصاه لحرق وشم على يد تام، والذي يميزه رسميا بأنه حامي. تأتي أليس لرؤيته وتتساءل عما إذا كان الوميض مجرد تخريف، لذا يقبلها تام لإثبات أن حبه حقيقي. ومع ذلك اختار حياة الحماة ويجب أن يرحل. يمكن جاروجي الآن أن يتقاعد وترك العصا ومنزله وتاسك تحت رعاية تام. في تلك اللحظة تدق الأجراس في المدينة، وتستدعي تام لأول وظيفة له. تأكد من الاشتراك وتشغيل الإشعارات حتى تتمكن من مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو مثل هذا. شكرا لك على المشاهدة.